إياه وأعطاني فلوس وتركني ومشي. طيب. بس بدي أفهم شو اللي كان ومعلش النظارة مش معي. يابا، أنا ترددت كثير قبل ما أكتب لك الرسالة، وبدي إياك تعرف إنه كل شي راح أعمله إجا غصب عني وما عندي حل تاني. تعال يا ابني نقعد شوي، الله يرضى عليك. سمعني كل كلمة كل كلمة كل كلمة حكاها. تفضل. اقعد ارتاح هون، ارتاح بس سمعني الله يرضى عليك. سمعني شو اللي بده إياه. أعطاني فلوس، رماني في هالمكان. أنا آسف لأن الدنيا أجبرتني أختار بينك وبين مرتي، لأني مش قادر أوفق بينكم، وبدي إياك تعرف قديش الموقف صعب، ولولا الظروف ما كنت راح أسوي هيك، لأن الاختيار مش سهل. أنا تركت لك مبلغ بيكفيك لتدبر أمورك لفترة، بس يا ريت ما تتواصل معي أو تتصل لي مرة ثانية، ويا ريت تتفهم موقفي. مع السلامة. تمام، الأمور طيبة. شو أول شيء فطرت تروقت؟ الحمد لله. أكيد. والله يا ابني فطرنا في البيت ونزلت أنا وابني وأعطاني بقول لك فلوس. طيب. وصلني هون وأعطاني فلوس وأعطاني الرسالة. طيب. وقال لي، قلت له يا ابني شو هاي؟ قال لي، قلت له نظارتي مش معي ما بشوفش. قال لي خلي أي حد يقرأ لك إياها. ما فيها إلا الخير، ما فيها إلا الخير. إن شاء الله خير، بس سمعني. يعني هلا أنا يعني إذا راح أقرأ لك إياها اقرأ لي. إيه شوف، الله يرضى عليك. إذا راح أقراها لك. نعم. وإذا ما راح أقراها لك ما راح أتأثر شيء، تعرف ليش؟ طيب خليني أعرف بس شو اللي فيها. بقول لك أعرف شو اللي فيها. بقول لك شو اللي فيها. اللي فيها الظاهر صاير في مشاكل هو مع زوجته من هالقبيل هذا، فهو ما بده يزعلك. طيب يا ابني ايه يحكي لي. لا هو ابني هو اللي درسته وعلمته واشتغلت بالطوب علشان اساعده لغايه ما يتخرج ويشتغل. بالضبط. في زعل. انا على العكس، اذا في زعل بينه ومرته ممكن اتدخل واحلها. هو ما يبي الموضوع يطلع بوجهك، لانه انت مثل ما نقول يعني يخاف على عمرك، يخاف على صحتك، يحب يعني مثل ما نقول يداريك، يحب يعني. احنا شوف، اول شيء انا عراقي. حياك الله يحييك ويبقيك. اهلا وسهلا فيك. انا بالنسبه الي ما عندي اي مشكله. تعال عندي اقعد ريح. الله يرضى عليك. انا قاعد لحالي. يعطيك الصحه والله العظيم قاعد لحالي. الله يجبر خاطرك. وشغال هنا في سوق واقف حاليا. الله يرضى عليك. اطلع انا شغل وارجع، غداك اكلك لبسك هذا كله عندي يا حبيبي. والله العظيم. الله أنا يعطيك اعتبرني الصحة. ابنك. وانت ابني واعز من ابني. الله يرضى عليك. أنا ابنك وانسى هذا الابن يا ابني. هذا الابن انساه مبدئيا فترة يومين ثلاثة لحد ما طيب يصير موضوع وانا حاضر. طيب تخدمني خدمة. اخدمك بعيوني. بس تحكي معه على التليفون. اي ابشر. تقول له اني انا قاعد هون. أبشر. شو اعمل؟ شو اتصرف؟ أبشر. وين اروح؟ ابشر بالخير. ابشر. معاي تليفون وانا. ابشر. معاي تليفون والله يرضى عليك. ابشر والله يا ابني ما قصرت معاه. ابشر. لا انا قلت لك هو اذا هو ابنك انا ابنك في اثنين. الله يرضى عليك. تعال الله يرضى عليك. معزز مكرم، اكلك الله لبسك يعزك شربك كل شيء. الله يرضى عليك يعني العين اللي البيت اللي ما يشيلك العين تشيلك. الله يديم عليك الخير. حبيبي الله لا يديم بالعكس عليك الخير ويرضى عليك ويسهل الامور. انا اللي فاقد الاب ما يحس بهذا الموضوع الا اللي فاقد الله الاب. يرحم والدك الله يرحمهم، وان شاء الله يعوضني بك ان شاء الله. احكي يا ابني احكي، لعل الله يرد، ربنا يحنن قلبه ويرد. قرر الضحية انه يتصل بابن الممثل، لكن ما كان يدري ان اتصاله كان في فريق العمل. يا رب. الو. فرجك يا الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافيه حبيبي. الله يعافيك. شفت والدك في مكان معين في سوق واقف، وصاير رقمك وانت كاتب له مسج الظاهر. صحيح. طيب هذا المسج اسمح لي بالكلمه، هذا المسج انت صاحي من كتبته ولا؟ يعني انا اعطيته
الرسالة أنا ما بدي أحكي له الكلام بوجهه، ما بقدر أحكي بوجهه بصراحة. أكون صادق معك يعني، وأعطيته مصاري بتكفي إن شاء الله 10 أيام 15 يوم. شو بحكي يا ابني؟ شو طيب بحكي؟ اوكي، طيب يعني بس ابي افهم شغله واحده، انت لما كتبت الكلام هذا يعني انت كامل قواك العقليه يعني ولا عندك يعني مشاكل ثانيه وكتبت هالمسألة؟ والله بصراحة المشاكل يعني أنت بتعرف فيش حدا ما عنده مشاكل في الدنيا. يعني مرتي حكت لي يعني ما بنقدر نعيش مع أبوك، يعني بصراحة أكون صريح معك. طيب يعني امنت عمو، بس لحظه واحده، انا هون قريب عنك، بس استريح بس خليني احكي اطلب لي لك مي. شو بحكي بس لك؟ شو بحكي لك طيب طيب اطلب الله لك يرضى. مي. لا هلا كان طيب شربت دقيقه والله. بس، تفضل يا ابني تفضل. طيب الله يرضى اخوي عليك. محمد، انت يعني بس موضوع الاب، تعرف شنو هذا الاب ولا ما تعرف؟ أنا هسه من 3 أشهر، بس من 3 أشهر صرت أب، يعني جوني توم، والمفروض هو يقدر كمان الحياة وصعوبتها يعني. تدري شنو؟ شوف انا فاقد والدي من 2005، اوكي، وبعدها فقدت والدتي، الله يرحمهم. يرحم والديك. يعني اتمنى يوم واحد، اتمنى مش يوم واحد، اتمنى ساعة واحدة بس عشان اخدمهم وارد لهم جميل يوم من الايام هذه راحت. انت يعني انت الشيء اللي قاعد تسويه ترى مش طبيعي. طيب هو يعني ما صاير هذا عندنا، ما صاير، يعني عيب حبيبي، انت مبين انسان. طيب هو مين اللي بيتحمل مسؤولية مين، الأب ولا الابن بصراحة؟ انت غصبا عليك تخدمه بعيونك. لا فيش اشي بالغصب، فيش اشي بالغصب أخو. لا حبيبي، غصبا عنك، تعرف شنو غصبا عنك؟ غصبا عنك تشيله وتنظفه وتمسحه وتوكله وتشربه وتنومه الى ان ربي ياخذ امانته. اسمعني، انا المشكله بمكان عام وما اقدر اخلي ابوه، وما يعني انا مشكلتي انفعل بسرعه، فهذا الموضوع يأذيني. تعرف شنو يأذيني؟ ف يعني انا ما اعرف يعني ما اعرف انا شلون شنو الطريقه اللي احكي وياك فيها مدى. لا اتكلم براحتك، انا ما مو قصه اتكلم براحتي حبيبي، مو قصه اتكلم براحتي، بس هذا ابوك. تعرف شنو يعني ابوك؟ بعرف. يعني تقتلها لروحك حتى تجيب له اكل، تقتلها لروحك حتى تتوفر لك اي شيء هو اللي طلبه غصبا عليك حبيبي. الله يرضى عليك، اسمح لي انا دا احكي وياك، ترى انا يعني واصل ليمت يعني اب، يعني ما اقدر يعني يعني ما اعرف، ما اقدر اعلي صوتي لاني بمكان عام. طيب انا يعني شوف، هذا ابوك عندي، هذا الرقم سايبه عندك، ابوك انا راح استضيفه عندي بالبيت. خليه يروح يا اخي، خليه يحجز له طياره ولا شيء، خذوا على المطار. انا اعطيته مصاري، خذوا على المطار ويسافر على اول طياره. انت شنو المصاري؟ ليش المصاري؟ شنو المصاري؟ كل شيء بالدنيا؟ المصاري مو كل شيء بالدنيا. طيب هي 10 ايام بس مرتي ترضى انا براجعه البيت. انت صدق تحكي؟ شنو مرتي ترضى؟ لك بابا شنو مرتي ترضى؟ انا بحبها كثير يعني. انا راح اقول لك كلمه وانت كيفك، تزعل ترضى كيفك، انا رجال ابن رجال، بس انت اسمح لي مو رجال. السلام عليكم. لا لو سمحت هلا. ايش قال لك يا ابني؟ طمني، شو صار؟ شو حكى؟ عمو حبيبي، لا تتضايق، بس طمني شو حكى، شو قال؟ هو هلا انت سبيتني، شوف وانا بتكلم معك بقمه الادب. نعم. يعني الحمد لله انا انسان متربي وما بغلط على حدا. اوكي. يعني انا حكيت لك 10 ايام بعدين باخذ. حبيبي من الاخير انت هذا ابوك انساه، انا هو صار ابويا من اليوم وانت انساه. شو ابوك من اليوم؟ من وين بتعرفه؟ هو عم يتمسكن على فكره، يمكن حبيبي يتمسكن ولا ما يتمسكن، هذا رجال بهالعمر هذا زين، هذا تشيله على راسك وتمشي، فهمتني ولا لا؟ هذا اخر كلمه عليك. قلت لك انا كلمه انت تعتبرها سب، تعتبرها اهانه بالنسبه لنفسك، هذا شيء راجع له. طيب لكن انا ما ارضى عليه، هو عندي ضيفي منا لحد ما يعني الله يعطيه الصحه والعافيه، فانسى الموضوع ويرضى عليك ويعطيك. طيب يعني خلاص ما في امل؟ الله يرضى عليك يا خلاص لا تكلم.
خلص اذا في شيء كلمني. يعني انت بتاخذه معك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. معك برنامج بتسوي يا حبيبي. من قناة الريان، يا مرحبا. راح تكون معنا إن شاء الله في رمضان. كاميرا خفية معلش. سامحنا. دمرتوني. أنت رجل طيب، دمرتوني. رجل تملك أخلاق حبيبي. نعتز فيها. حبيبي لي هيك الشرف. الإنسانية، لي الشرف. هيك الأخلاق. اللي فاقد أم وأب صعب. الله يرحمه. الله يغفر لهم إن شاء الله. الله يرحم الجميع. أنا أتمنى يوم واحد، والله أتمنى يوم واحد عشان أرد لهم الجميع. الله أكيد يرحمه. أكيد. والله جاني رجال يعني بمقام أبويا كبير في السن، وطلب من عندي إنه أقرأ له رسالة، والرسالة هذه محتواها كان بصراحة سيء جدا. ما قدرت أقرأ له إياه بصراحة، لأنه الموضوع صعب جدا إنه أقرأ له إياه. إحنا معروف علينا العراقيين شوية قلبنا عاطفي، وأنا من النوع العصبي رأسا أنثار يعني بصراحة. فهو لو كان يمي بالحقيقة يعني ما أعرف شو أقول لك، بس بالعراقي يعني أقول لك كان خبزته، يعني أذبحه أكتل. هي شغلة صعبة بصراحة وموجودة بهالزمن هذا، بس احنا على قولتنا احنا جيل الطيبين يعني تربينا على شغلات صحيحة. فمستحيل يعني أمك وأبوك فوق كل شيء بالوجود. استفزني بالاتصال انه هو لا ابالي، ويقول لي انا اول شيء خلي اقنع زوجتي. انا على قولة اخواننا المصريين تغور المرأة بالعيال، امي وابويا لا، هذولا لا، يعني نو واي، خط احمر، ما اقدر، مستحيل، يعني شغلة صعبة جدا.